عرض شائع واللي خلاني اعمل الفيديو ده النهارده هو ان في مريضه جات لي بعد ما لفت على 3 4 دكاتره اوعيه دمويه. هو اسمه اريثيما نودوزم باللغه الانجليزيه، واسمه باللغه العربيه من غير ما تضحكوا الحمامه العقده. وده لانه عباره عن عقد تحت الجلد حمراء بتظهر في مكان معين. النهارده هنتكلم على عرض وليس مرض اريثيما نودوزم او الحمامه العقده. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. ايه بقى الحمامه العقده دي؟ باختصار هو التهاب في الاوعيه الدمويه الدقيقه في الطبقه الدهنيه اللي تحت الجلد. ايه اللي بيحصل؟ فجاه المريض يحس بحراره وبعدين تظهر عقد عاليه عن الجلد على قصبه الرجل، ممكن يتراوح عددهم من 5 لغايه 50، وتبقى حمراء قوي وبتوجع وعاليه عن الجلد، ومع الوقت تبدا تطفي وممكن تتحول الى اللون البني كانها كدمه. وفي 50% من المرضى دول بيبقى عندهم التهاب في نفس الوقت وورم في مفصل الكاحل او في الركبتين. طب انت ليه قلت يا حسام ان ده عرض وليس مرض؟ لانه الحقيقه عرض هو عباره عن حساسيه للجسم متاخره بعد غالبا في نسبه كبيره جدا من المرضى عدوى، سواء كانت بكتيريه، فيروسيه، فطريات، طفيليات، وبالتالي ممكن جدا يحصل لفترة مؤقتة حاجة بنسميها روماتيزم تفاعلي اللي أحد أعراضه البانيكيولايتس أو الإريثيما نودوزم. طب انتوا مالكم يا بتوع الروماتيزم ومال الموضوع ده الموضوع ده جلدي بحت؟ لا الحقيقة لأنه بيحصل في أمراض كتير أوي من الأمراض الروماتيزمية بتاعتنا، الحالات كتير بتتحول لنا وبتجي لنا في الآخر، بس للأسف بيكون لفت كتير وصرفت كتير. أولا بيجي في أمراض زي الساركويد، بيجي في مرض زي مرض بهجت، بيجي في مرض زي الذئبة الحمراء، بيجي في مرض زي ما قلنا القولون التقرحي، وزي ما قلنا قبل كده برضو انه ممكن يجي في الروماتيزم التفاعلي، وبالتالي هو ممكن يعكس مرض مناعي مزمن. 2 انه ممكن يكون بسبب بعض الادويه اللي الناس ما بتاخدش بالها منها زي مضادات حيويه معينه زي الصلفه. ده كمان ممكن يبقى بسبب حبوب منع الحمل، وبالتالي مش كل ما نلاقي حاجه من الحاجات دي نقلق ونخاف، المهم نروح لدكتور روماتيزم. طب ايه مصير الحمامه العاقده دي؟ عندنا تلت الحالات بتخف لوحدها، وبالتالي كل اللي محتاجينه ان احنا ندي مسكن وندي شويه كورتيزون صغيرين لغايه اما الاعراض تختفي. 2 تلت الحالات بتروح وترجع، بتبقى على هيئه نوبات، ودي الحالات اللي لازم نستبعد فيها الامراض الاخرى وندور على الاعراض التانية ونعمل اشعاعات وتحاليل عشان نستبعد الامراض اللي انا قلت عليها. 3 في منها نوع بيقعد اكتر من 6 شهور، وبالتالي ده بيبقى مزمن وده بيبقى محتاج ادويه مناعه عشان ما ينفعش نستمر على الكورتيزون لفترات طويله. لكن كده كده باذن الله سبحانه وتعالى بنعالجها ومعظم الحالات بتتحسن. بالمناسبه الحاجات دي ممكن تحصل عند البنات في حاله من الاثنين، يا اما في سن البلوغ يا اما اثناء الحمل، فبالتالي ما تقلقش، مش دايما تقلق يعني. نصيحتي لما يحصل كده نتوجه لدكتور روماتيزم ومناعه علشان يعمل الشغل بتاعه، ما تقلقش. ممكن تاخد مسكنات خفيفه وممكن نحتاج جرعات كورتيزون لفترات قصيره جدا، لكن الحمامه العاقده او الاريثيما نودوزم غالبا بتبقى حاله بسيطه، ويجب ان دكتور الروماتيزم يعمل الشغل بتاعه كله عشان يستبعد الاسباب المزمنه. ودمتم سالمين.